قبل ما نبدأ يلا نصلي على النبي. فيلمنا النهاردة اسمه جحيم في الهند. بيبدأ الفيلم بالسفير المصري وهو وأسرته في الهند، وبيطلع عليهم مجموعة مسلحة وبيقتلوا السواق الشخصي بتاعه، وبعد كده بياخدوه هو ومراته وأولاده. والفيلم بيروح بينا لحتة تانية للقاهرة لجهة سيادية، وبيكون في اجتماع لمناقشة الوضع اللي حصل. فبقولوا انه في واحد اسمه كافوري عايز يستقل بالاقليم بتاعه عن الهند، فعلشان كده اعتقل كل السفراء بما فيهم السفير المصري نديم عرابي، وعطى مهلة اسبوع، لو ما تمش الاعتراف بيهم كدولة هيقتل السفراء كلهم. فاللي هو بيأكد عليهم ان الصحافة ما تاخدش خبر عن الموضوع، ولسه ما خلصش كلامه فبيلاقي خبر بيقول انه تم اختطاف السفير المصري بالهند. فاللي هو بيسألهم مين من الضباط خدم في الهند، فبقول له ادم صبري خدم في كرانا، دي قريبة من اقليم كلاكوت، وبيكون ادم في مهمة في اسبانيا وكان متخفي وعامل نفسه من التماثيل. فبيتحرك وبيجري ياخد الشنطة بتاعته وبيطلع الحبل وبيطلع بيه، فبيجي واحد وبيعمل نفسه تمثال، فالراجل بيحسس عليه فبغير ادم فبيرميه تحت. وبكون الدكتور ابو العينين بيتعذب، فقائد العصابه بيقول له مش هتقول البحث فين، فبيرد وبيقول له والله ما هبيع، وبعد كده بيعطس. فالمافيا بيقول له ليه كده، فابو العيون بيقول له عندي برد والله ما تفهمنيش غلط. فبيكهربوه وبعد كده بيعرض عليه 5 مليون دولار مقابل البحث. فالدكتور بيقول لنفسه كده هجيب العربيه اللي بحلم بيها واجيب له امي شقه في حدائق الاهرام عند بوابه خوفه. فبيساله هيدي البحث ازاي، فالدكتور بيقول له معاك فلاش 4 جيجا. وبيدخل ادم وبيقتل العصابه واحد ورا الثاني، وبعد كده القائد بتاعهم وبيروح يفكه. فالدكتور بيقول له قتلته ليه، فادم بيقول له مش ده اللي كان خاطفك. فالدكتور بيقول له انت عارف ده كان هيدفع لي كام، فادم بيقول له ولا كنوز الدنيا قصاد مصر. فالدكتور بيقول له كان هيديني 5 مليون دولار. فادم بيقول له دي مصر. قال له شايف بتقولها ازاي، فقال له انت برضه عبيط يا دكتور، بقالك شهر مخطوف جاي دلوقتي وتتفق. قال له ما هو باب الرزق اتفتح دلوقتي. فهم خارجين بيلاقوا كلاب في القفص وقدامهم ليزر، يعني لو الليزر مس حد فيهم الكلاب دي هيتفتح عليها وهتتعشى. فبيمسكوا يد بعض لحد ما بيعدوا، وبعد ما بيطلعوا من البوابة بيقابلوا رجالة من العصابة، فبيضرب عليهم نار، فطلقة بتيجي فيه بالغلط تيجي في طيبة قلبه. فبيسألوا هي جت فين، فبقول له اقدر اقول لك اتعامل معايا على اني مريض بواسير. فبيحاولوا يمشوا لكنه ما بيقدرش، فبيقع على الارض، فادم بينفخ له فيها. فالدكتور بيقول له هي مطروفه، وبيسندوا لحد العربيه وبيرجعوا مصر وبيروح عند اللواء، وبيقول لادم انه هياخد معاه الفرقه 711 قوه خاصه، وبينده للسكرتير بتاعه وبيكتب له على ورقه يوديها للسكرتاريه علشان يستدعوا الفرقه 711، ولكنه بيقلب الورقه وبخليها 118 ودي فرقه موسيقيه. فبيروحوا علشان يستدعوهم، فبيلاقوا افراد الفرقه ناقصين وبيكونوا بيحيوا فرح، وبيروحوا علشان يجيبوا بحيري من فرح، وبيروحوا لسناء البيت هو كمان، وبياخدوا افراد الفرقه للمطار وبيركبوا الطياره. وبيدخل عليهم الضابط ادم وبقول لهم ان هم رايحين يحرروا السفير المصري وعيلته من جوه قصر كافور. فبقول لهم الخطه ان احنا هنطير من الطياره بالباراشوت اللي معاهم، وبعد كده هينزلوا في بحيره التماسيح يسبحوا 2 كيلو ونص، وبعد كده هيجروا 24 كيلو على رجليهم. فالصول شامل بيحاول يوضح له ان هم مش قوات خاصه ولا حاجه. فبيسالوا ادم انتوا مين ده، انتوا شكلكم نقاشين. فبقول له احنا الفرقه 118 آلات نفخ. فبيروح عند الطيار وبقول له اتصل بالإدارة، فالإدارة بيقول له انه يلغي العملية ولكنه هينفذها لوحده. وكان في الطيارة بحيري بيوزع على الفرقة سجاير عجينة ومحمد، اما عند سناء بيقول له العلبة قفلت. فبقول له يعني هي فتحت ليهم وقفلت عندي انا. فعجينة بيدوس على زرار باب الطيارة الخلفي فبينفتح وكل حاجة بتقع، فالتوبة بس اللي بيعزف عليها سناء بتقع فبيطير وراها، ومحمد بيقع وبعديه بحيري، وبينزلوا من الطيارة وبيكون في 2 بيتخانقوا لانه خبط التوك توك، والضابط ادم بينزل فوقيه بكاس عمه، وبعد شويه الصول شامل بينزل وراه وبيقول له صاحب التوك توك جت سليمه. فبتيجي عصابه كافور فبيغطي الصول شامل لانه مش هيعرف يجري معاه وبيجري لوحده. وبعد ما بيمشوا بيظهر الصول شامل وبيقول له الراجل انت شبه الهنود، وبيقول له ايه يا رب البلد اللي مليانه هنود دي، ده اكيد دبي. نروح عند محمد وبحيري بيتقابلوا، ومحمد بيقول له الحمد لله انا افتكرت نفسي تهت. فبحيري بيقول له ما احنا برضه تايهين يا محمد. فمحمد بيقول له انا عندي حضنك بالبيت. فبقول له احنا فين، فبيشوفوا وراهم فيلم عدي. فبحيري بيرد عليه وبيقول له احنا اكيد في حلم. ونروح عند الصول شامل بيروح لراجل عجوز فبيسأله عن مكان السفارة المصرية، فالراجل مش فاهمه وبيهز له راسه.
فبيمسك راسه، فبقول له انا هشيل ايدي واسالك على طول تجاوب. فالراجل برضه ما بيردش عليه. الصول شامل بيقول له دي عندنا على فكره بس كده. اما عند الضابط ادم لسه الحكومه بتجري وراه، فبيضرب واحد بيطيره في الهواء والتاني بيطير وراه. فبقول ايه الاوفر ده، لحد ما بيلاقي فرح وبيستخبى فيه وبيروح يكلم الرقم السري اللي اداهوله اللواء. فبترد عليه زبل لهلوبه وبتوصله بالاداره. فبيروح سايبر علشان يكلم اللواء وبقول له انه عايز يبلغه بالمستجدات. فبقول له كل الناس اللي حواليك دي، قال له ده كلهم هنود، وبقول له كلهم اتفرقوا ومش لاقيهم. فبقول له انه هيخلي واحد يقابله في مطعم رجا بابا في شارع مهندرة. فادم بقول له انا مش عارفه هو فين. فواحد من اللي جنبه بيقول له انا عارفه، مش ده يا باشا عند بتاع العصير اللي عند المزلقان؟ فاللي هو بيقول له برافو عليك. وبقول له ادم ايه ده بيتكلم عربي اهو. وبيروح يوصلوا للمطعم. وبعد كده بتيجي الحكومه تمسكه. نروح عند سناء بياخد الاله الموسيقيه بتاعته وبيروح يقعد جنب صخره وبيتكلم معاها وبقول لها ما تقلقش، لحد ما بيسند على الكائن اللي جنبه وبقول له انا هنام ساعة واروح ادور على المجموعة وننقذهم كلهم. والغوريلا بتقوم وبتحاول تاكله، فبينده على موكلي علشان بيلاقي الصول شامل راح يسأل واحدة، فبيلاقيها حلوة قوي وبقول لها انت بتكنسي؟ ده اللي زيك عندنا ساكنين في الشيخ زايد. وبياخد منها المكنسة وبيكنس هو. اما سناء بيمسك الآلة وبقول لها انت كليني وانا بعزف زي بتوع التايتانيك. فلما بيعزف بتتسلطن وبيقول لها انت فنانة وبيعملوا حركات بتوع تايتانيك. نروح عند بتوع اكل لحوم البشر، كانوا ماسكين واحد من القبيلة وعايزين ياكلوه. فبيقول له الحاكم انت هتضحي بنفسك علشان الباقي يعيش لاننا مش لاقيين ناس ناكلهم. فبيدخل بحري ومحمد فبيهيصوا لهم، فبيعفوا عن الراجل وبيجلهم الواد القزم ده وبيشد محمد وبيحطهم في طشت كبير. فبقولوا ده الناس كرام قوي. فبيجلهم الواد وبيحطوا لهم ملح في المية وبيزقوا المية. فمحمد بيقول له شكله الواد ده منقذ البسين. فبحري بيقول له هم صغيرين كده. فمحمد بيرد عليه وبيقول له هم لقوا البسين صغير فجابوا له منقذ صغير. وبعد كده بيسلوا نفسهم وبيلعبوا مين نفسه اطول. اما عجينة بيكون متعلق بالباراشوت في الشجرة وفي بيجيله. سناء كان بيلعب مع حلا فجه دورها فبتضربه قوي. فبقول لها بلاش لعب انا عايز اولع سيجاره. وبولعها وبتعوز هي كمان سيجاره وبيديها وبتشد وبتطلع الدخان. سناء بقول لها ما كحتش لي ولا دختي ولا عينك احمرت. فبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبعد كده بيقول لها انا هعزف لك لحن وانت قومي رقصي. نروح عند ادم بيحاول يفك نفسه. فبيجي رجيف وبقول له انت مين ومين اللي بعتك؟ فبتيجي دينا وبتزق الكرسي وبتضرب عليهم نار. فبتقول له اطلع من الباب ده وانا هغطيك. فبيطلعوا جري وبيجي لهم توك توك فبيركبوا فيه وبيكون مشغل مهرجان اولاد سليم اللبانين. وبيتعرف عليها وبيعرف انها من اسكندريه وبقول بس ده هيبقى مشوار بعيد على ماما. وبيوصلهم عند البيت وبقول لها انت ليه عامله لنا هيصه وهلوله؟ وبتقول له مش بطمن على الامور يا ابن الشملوله. فبقول لها شكلك حنيت العلق زمان يا اميشه. وكان هيضربها فدينا بتمسك ايده وبتقول له انت ازاي بتتكلم معاها كده؟ فبقول لها امال اتكلم معاها ازاي؟ فبتمسكه وبتنخضه وبتقول له لا تحب اعلمك ازاي تتكلم معاها. فبيهديها ادم وبقول لها احنا في بيته. وبيدخل اوضه المسافرين. نروح عند بحري ومحمد فبقول الدلع سخن قوي وبيلاقوا ودن بينهم. فمحمد بيقول له ده معناه ان في حد رامي ودنه معانا. فبحري بيقول له ممكن فوت علشان نغور في داهيه. فبيجي الواد وبقطع كوسه. فبحري بيقول له روح يا حمد انام علشان المدرسه الصبح. فمحمد بيقول له يا اخي سيبها ده انا بحب الكوسه. ومحمد بيمسكه وهو بيحط ماجي في الحله. فبحري بيقول له دول هيسلقونا المرحله اللي قبلها هيحمرونا. وبقول لمحمد دول هياكلونا. فقائد القبيله بيقول لهم الملصلص ده ليا اما التاني فقطعوا حتت ووزعوا على باقي القبيله. فواحد بيقول له انت مجنون كيف الملصلص ليك لوحدك واحنا ناخد المعصعص؟ فالقبيله بتيجي عليه فهم بيستغلوا الحركه وبيهربوا. نروح عند سناء حلا كانت بتحميه وبتدعك له ظهره فبتحسس له. فبقول له انا كنت شاكك من الاول الموضوع اللي انت عايزاه ده مقرف وحرام وانا لحد دلوقتي مش عارف انت ذكر ولا انتايه. وبعد كده بيقعد يحكي لها حكايه وبتنام. فبيستغل نومها وبيقوم يهرب. فبتمسكه فبقول لها لا مش اللي في دماغك خالص. فبيعمل ان في حاجه قرصته في كتفه فبتحك له وبقول لها عرفت اجيبك وبياخدها ويمشوا. اما عند ادم بيكلم شاروخان وبيساله عن دينا ووضعها. فبقول له هي مش مخطوبه وامها ميته وابوها رجل اعمال. اما عند دينا فاميشه بتقول لها الضابط ادم ما شالش عينه من عليكي من ساعه ما جيتوا. وعند ادم بيناموا فشاروخان بيحلم انه اتمسك. فبقول لهم اقتلوه هو انا ماليش دعوه وبيسلموا. فادم بيصحي منه ويقول له انت بتسلمني؟ بقول له لا ده انا بقول لهم معلومات غلط. قال له ده انت قلت كل حاجه. بعد كده الفيلم بروح بينا لمحمد وبحيري. وبحيري كان بقول له انا ضحكت عليك احنا مش في باهتين. فمحمد بقول له ممكن تسكت خالص. فبحيري بقول له انت بقى يا محمد
وديتنا في داهية بحيري. فبقول له بتقول له بحيري كده حاف يا محمد؟ قال له اسمي الحاج محمد. قال له لو انت حجيت مرة انا عملت عمرة مرتين. وبعد كده بيسمعوا صوت سناء وهو بغني فبيروحوا على الصوت. فبحيري لما بيشوف اللي نايم على حجره بيقول له بسم الله الحفيظ. قال لي نايم على رجلك ده. فسناء بيرد عليه وبيقول له ابو الليف. فبقول لهم علشان نروح ندور على باقي الفرقة. قال له مش هينفع اجي معاكم. قال له ليه؟ قال له علشان مش هتسيبني. قال له هي انتايه؟ قال له تقريبا نتاية. قال له تقريبا يعني انتوا قاعدين في الارض الفاضية ولسه معرفتش؟ فسناء بقول لهم روحوا لفوا شوية كده وبتعالوا كمان شوية. فمحمد بقول له احنا هنسيبكم لوحدكم بس اول ولدة تبقى ليا. وبكون ادم وشرخان قاعدين على القهوة مستنيين الراجل اللي هيجيب لهم جهاز الجي بي اس. وبيطلع يعرفها انه جاب الجي بي اس. فبتمسكه فبتشوف انه في واحد قريب منهم وفي 3 في الغابة. قال لها طب كده في واحد ناقص. فبيروحوا للمكان القريب منهم فبيكون في فرح. فبيدخلوا فبيلاقوا الصول شامل بيتجوز. فادم بخش يبارك له بيقول له كده تتجوز من غير ما تعزمني؟ قال له والله حضرة الظباط كل حاجة جت بسرعة. قال له اتعرفت عليها امتى؟ قال له والله في يوم من الايام اعترفت لها بحب. قال له يوم من الايام ده انا لسه سايبك الليلة اللي فاتت. قال له ممكن ساعة من الساعات يعني كده على قرب الفجر كده رنت علي قلت لها أنا بحبك. فاتكسفت فراحت قالت لأمها. فسمعت الحاجة أم سوتي بتزغرط. فالمهم قال له قدامك 5 دقايق وتكون جاي. فقال له طب ماشي 5 دقايق وأودعها وأجي وراك. نروح عند بحري ومحمد بيروحوا لسناء. فبنادوا عليه بصوت واطي وبيقولوا له تعالى. فبقول لهم شدوني. المهم بيقوم يتسحب وياخد الطوبة باص ويجري. وبيكون في الوقت ده آدم والصول شامل جايين. فآدم بيستغل الموقف وبيحكي لها عن نفسه وعن بيته وأهله. المهم الجي بي اس بيعلن إنه الجماعة قريبين منه. فبينزل ينده عليهم. فبقابلوه وهما بيجروا بيقولوا له اجري. فبيتلفت فبيشوف الغوريلا وراه. فبقول لها عايزة تاكلينا يا كلبة؟ فبقول لها طب احنا هنجري لو مسكتينا حلال عليكي. وبروح عند شاروخان في البيت بتكون مراته عاملة لهم عجين. فالصول شامل بيقول لبحيري هيبقى لك نفسه تاكل وعجينة مش موجود؟ قال له يعني انت مش هتاكل؟ قال له لا هنأنأ بس. قال له عجينة رحمة الله عليه. آخر مرة شفناه لما اتشفط من المكوك. فمحمد بيقول لك كان راجل طيب. آخر كلمة قالها ما فهمناهاش. بس أنا بقول له عشان كان مثقف معاه لغة مش مع أي حد فينا. فالصول شامل بيقول عمره العيبة ما طلعت منه ولا يمكن طلعت وإحنا مش دريانين. فشاروخان بيجي لآدم وبقول له الإدارة عايزينك على التلفون. فآدم بيروح يكلم اللواء. فبقول له بكرة الساعة 7 تكون في مصر. فبقول له بكرة في طيارة هتنقلك انت فبقول له طب والسفير واولاده؟ قال له ربنا يتولاها برحمته. قال له يا فندم بعد اذنك في فرصة ان احنا نخش. قال له يعني؟ قال له انا اسف يا فندم انا هعمل المهمة دي سلام. وقفل السكة. بروح يعرف الفرقة انه هياخدهم في مهمة تحرير السفير ومراته. فالصول شامل بيقول له معلش يا فندم حكاية نسيت معرفش سهوا ولا قصدا احنا فرقة موسيقية. قال له لا ما نسيتش يا صول شامل وانا مش عايزكوا غير فرقة موسيقية. فبيهيصوا وبروحوا الحفلة بالتصريح بتاع الدعوة وبخشوا يرقصوا وهيصوا في الحفلة وبيحيوها. وآدم بيتسحب وروح يضرب واحد على دماغه. وبروح بقابل رجيف وبقول له يا حبيب قلبي ده انا قلب عليك الدنيا. فبتيجي نادى تضربه. فبقول لها مش معاك راجل انت اتجننتي ولا ايه؟ فبقول له انت يا رجيف عامل قلق في الهند ليه؟ فبيزقه فبوقعه على الارض. فبقول له انت عارفه ده احنا بنعمل فيه في مصر احنا بنشتمه ونجري. وبيديله بوكس بيكسر بيه الصندوق. اما الفرقه هناك بتكون بتلعب مع كفور ورجيف بيكون بيخنق في ادم. فبتساعده ندى وبتخنقه بالسلسله. وبقوم ادم يمسك على قصاد وموت. بينزلوا يحرروا السفير واسرته وبياخدوا كل السفراء معهم وبيركبوا الميني باص. وبتيجي وراهم عصابة كفور وبيطلعوا الأسلحة. فسناء بقول له يا باشا احنا فرقة موسيقية ملناش دعوة بضرب النار. فبقول له ما انا عارف ان انتوا فرقة موسيقية وان انتوا جيتوا غلط. فالموضوع دلوقتي ما بقاش سفير هنحرره من الأسر ولا الموضوع يخص البلد. الموضوع يتعلق بحياتكم انتوا. لو مش همكوا حياتكم همني حياة الأطفال دي. إنقاذ حياة الأطفال دي مش محتاج قوة خاصة محتاج بني آدمين. فبيتشجعوا بهم يضربوا في العصابة. شوفوا محمد بيجري ازاي. وسناء بينسى التوبة باص فبروح عشان يجيبها. وبعد ما بيجروا بلاقوا كفور ماسك سناء بالتوبة باص وبقول لهم ادينوا السفر وخدوا الكائن بتاعكم. فبقول لهم نزلوا السلاح ولا هقتل. فبيضطروا انهم ينزلوا السلاح. فبتيجي الغوريلا وترمي كفور عليه. فبقول لها يا بنت اللذينة مجنونة وهتجنني معاك بس بعشق جنانك. فبتزقه بقول لها يا بنت العبيطة. وآدم بيعترف لها بحبه ولكن بيجي السفير وبقول له مراتي عايزة تشكرك. وبعد ما بتشكره وتمشي فبقول لها دينا انا. فبيجي بحيري وبيقطع كلامهم. فبقول لها خلاص يا دينا نتقابل في مصر ان شاء الله. فبتقول له انا جايه بعد اسبوعين. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. يلا سلام.